السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بكم في خليص. كما يقول الشاعر: يقول صاحب ركبي ولا تحين مناص، قد بلينا بدرب بطول يوم القصاص، فقلت جئ بي خليصا وابشر بحسن الخلاص. فخليص أو سمها أمج أو سمها دوير أو سمها الجحوف أو سمها كثير من الأسماء في التاريخ. كلما مريت في خليص أتذكر جزء من التاريخ الذي كان هنا، حيث سكنت كنانة، حيث سكنت بني لحيان في جهة غران وشرق جنوب خليص، حيث سكنت خزاعة في الشمال وتتنافس مع كنانة على أرض خليص وأرض عسفان. كلما مريت من الشرق إلى الغرب أرى أجمل وأكبر معلم في خليص، وهو جبل جمدان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان سبق المفردون. وأتذكر كلما مر بهذا الدرب الذي يسمى درب الأنبياء، كم من نبي مر فيه، وكم من صحاب، وكم من ولي وتقي مر بهذا الدرب وجاء من أسفل الوادي وهو يلبي الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل من غران إلى عسفان على ثنية غزال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحوا الله وكبروا كأني أرى موسى وهارون على جملين أحمرين يلبيان الله يحجان البيت العتيق. فهذا درب طويل. كلما مريت من خليص من الشرق إلى الغرب نظرت إلى جمدان، فتذكرت قول الشاعر الذي يقول: سقى أم كلثوم على نأي دارها ونسوتها جون الحناتم باكر، أقام على جمدان يوما وليلة فجمدان مائل منه متقاصر. فكل هذه معالم تجمعنا جميعا، كلنا جميعا نشترك فيها في التاريخ وفي الذكريات وفي كل شيء. تذكرت في يوم من الأيام قادم من عسفان إلى مر بغران، تذكرت قول الشاعر الذي قال في البداية، يقول: خليل الغداة إن دموعي سبقت لمح طرفها بانهمالي، قم تأمل وأنت أبصر مني، هل ترى بالغميم من أجمالي؟ الغميم هي كراع الغميم. قلنا عسفان ثم رحنا سراعا نازلات عشية من غزالي، قارضات الكديد مجتزعات كل وادي الجحوف بالأثقال، نحو لفت، هذه ثنية لفت التي بين خليص وقديد، نحو لفت وهن متسقات كالأوالي يتلون الأوالي، كالتوالي يتلون الأوالي. فأهلا ومرحبا بكم في الديار، كلكم من أبناء خليص. خليص كانت سباقة جدا خاصة في مجال الطب، ونذكر بذلك رائدنا الدكتور عبد المنعم الشيخ الذي دخل في مجال الطب ثم سحب جزء كبير من أبناء خليص إلى هذا المجال. الآن نرى منهم الجراح، ونرى منهم الطبيب الأطفال، ونرى منهم من متخصص في الكبد والكلى، حتى أمر بالذكريات ولا أجد تخصص من تخصصات الطب إلا تجد فيه 2 أو 3 من أبناء خليص، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث. فأهلا بكم وسهلا، أنتم أصحاب الدار وأنا الضيف عندكم، ولا يرحب بصاحب دار، أنتم أهله، فأهلا وسهلا ومرحبا. نرحب بالأخوة من اللجنة الثقافية وأيضا بالنادي الثقافي بجدة على هذا المشروع الذي الآن هو في سنته الثالثة، فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله.